السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بقى كفتة بالحليب تحفة، هتجربوها ان شاء الله وتعجبكم. المقادير معايا: ربع كيلو لحمة وكوباية لبن، بصلاية مبشورة، 4 معالق بقسماط مطحون، عيدين بقدونس مقطعاهم صغير، ومعلقة توم مهروس. وبعد كده التوابل: ملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة كده كبابة صيني، البهارات السبعة، ومعلقة كزبرة ناشفة. هنحط حبة فلفل اسود كده وملح على البصلة وندعكهم، ونحط اللبن على اللحمة المفرومة، ونحط عليها كده معلقة الثوم والبقسماط والبقدونس، وهنقلبهم كويس قوي. وبعد كده معانا معلقة كده صغيرة بيكنج باودر، وهنقلب بقى كل ده مع بعضه كده. على فكرة الحليب مهم جدا معانا في الوصفة، عشان هو اللي هيضاعف كمية الكفتة. الربع كيلو لحمة هيديكي كمية اللهم بارك. هتفضلي تدعكي فيها كده لمدة 5 دقايق او حاجة، لحد ما توصل معاكي انها تبقى عجينة متماسكة، تعرفي تشكليها بالطريقة اللي انت عايزاها. عايزة تعمليها صوابع، عايزة تعمليها زي الطعمية كده اقراص، انا هعملها زي الطعمية بصراحة عشان الطريقة دي بتعجبني. بصوا كده هشكلها، وهشكل كل بقى الكمية، وبعد ما اشكلها هحطها على طول في الفريزر نص ساعة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامي حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. وما تنسنيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. على فكرة اللايك بيرفع الفيديو، ياريت ما تستخسروش فينا اللايك. وشكرا جزيلا ليكم. وكده انا خلصت الكمية بتاعتي، هي عملت معايا 12 قطعة. هنا كده هحط معلقة زيت صغيرة كده في قلب الطاسة بعد ما طلعتها من الفريزر، وهحطها بقى واحمرها كده بالطريقة دي. هي انا حطيتها في الفريزر عشان تبقى متماسكة معاكي ما تفكش، عشان احنا حطينا لها حليب. بس طبعا البقسماط شرب كل السوائل اللي كانت فيها. والبصل المبشورة انا حطاها بميتها، ما صفتش المية ولا حاجة، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال وطعمها روعة. والله جربتها وعجبتني جدا، يا ريت تجربوها وتعرفوا قد ايه هي موفرة وجميلة وطعمها هايل، وان شاء الله تعجبكم. بصوا كده بقى هقلبها على الناحية التانية، وهحاول اوسع كده عشان احط باقي الكفتة عشان كلها تستوي ان شاء الله مع بعضها. بصوا كده هي بتتنفخ كده عشان خاطر البيكنج باودر بتخليها جوسي وجميلة، وتبقى منفوشة كده وطعمها حلو قوي قوي. بصوا كده انا بحط بقية الكفتة، وكده خلاص بقى هقلبها على الناحية التانية، وبعدين بقى هغطيها علشان خاطر تستوي لمدة كده 5 دقايق 6 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده هقوم حاطه فحمايه بقى، مش محتاجه ورق فويل ولا حاجه، انا وسعت لها وحطيتها في الطاسه وغطيتها. وشموا احلى كفته وبالهنا والشفا. ودي كانت اكلتي النهارده. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تقولي رايكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.